مساء الخير، انا مريت النهارده هعمل لكم اكله الفريك بتاعت 4 ايوب. سهله وبسيطه ولذيذه جدا. هحط شويه كده من الزيت وهسيبه يسخن شويه صغيرين. دلوقتي بقى هضيف البصل والبصل كده بيتشوح. هضيف شويه من الفلفل الاسمر، بيدي طعم حلو جدا، وهقلب. هسيب البصل يدبل شويه صغيرين. بعد كده هضيف حوالي معلقه صغيره كده مليانه من الثوم المفروم. الثوم دوت انا كنت حطاه في الفريزر، فعشان كده هو جامد. فهدي النار شويه علشان الثوم تفك شويه مع البصل. هضيف كمان جزر، انا مقطعاه مكعبات صغيره جدا. لو حابين تضيفوا جزر وبسله تمام، انا ضفت اللي موجود عندي. وممكن كمان لو حابين تضيفوا فلفل اخضر تضيفوه. انا بالنسبه لي مش هضيف اضافات كتيره، وهضيف بس الجزر. وطبعا هنكمل تقليب علشان كل حاجه تاخد من طعم البصل. بعد كده هضيف بقى الفريك ده انا نقعاه حوالي يمكن ساعة ونص. ده حوالي ربع كيلو من الفريك اللي هو الاصفر ده. وطبعا انا نقعته وغسلته. وطبعا بتنقوه من اي شوائب موجودة فيه لحد ما تلاقوه ان هو تمام معاكم. هنقلب بقى الفريك كويس مع البصل والجزر والثوم. نقلبه بس كده لمدة 3 دقايق. عايزة اقول لكم في المرحلة دي الريحة بتبقى تحفة بجد. دلوقتي بقى انا هضيف صلصة مركزة. الصلصة دي انا مفرزناها في الفريزر، وهقول لكم الطريقة بتاعتها. انا بجيب كمية من الطماطم، بغسلها كويس، وبعد كده بسلقها سلقة كويسة. وبعد ما تتسلق بطلعها بقى واحطها تحت المية كده بتاعت الحنفية، واشيل القشرة واضربها في الخلاط كويس قوي. وبعد كده بعبيها في اكياس عادي وادخلها الفريزر، وبطلعها بس وقت الاستخدام. بتبقى جميلة وحلوة قوي. يعني انا مش بسبكها على النار ولا بحط فيها اي حاجة، انا بحتفظ بيها زي ما هي كده. بعد ما بضربها في الخلاط بحطها في الاكياس واحطها في الفريزر. دلوقتي بقى انا هضيف حوالي مكعب مرقة وكمان نص مكعب، وهزود شوية مية كده بحيث يعني يغطي الفريك معايا. وهقلب بقى كويس. انا كده ما ضفتش اي يعتبر بهارات، لان مرقة الخضار نفسها هي فيها كذا حاجة. وحتة الفلفل اللي بنحطه مع البصل في الاول بيدي طعم حلو قوي. فدلوقتي بقى انا هقفل على الحلة. هي دلوقتي لسه على نار عالية، فانا هقفل على الحلة كده اسيبها حوالي ممكن 10 دقايق او اقل شوية على النار العالية دي. وبعد كده انا ههدي النار. بعد 10 دقايق دلوقتي اهو فتحت عليه، الصلصة بتغلي. فدلوقتي بقى انا هديله تقليبة كده وههدي النار شوية واسيبه لحد ما يستوي. انا كده اديته التقليبة بتاعته. هغطي عليه وهسيبه لحد بقى ايه ما يكمل التسوية بتاعته. دلوقتي عدى نص ساعة وكمان طفيت عليها، وسبتها كمان ايه حوالي 10 دقايق كده وهي متغطية من غير ما اكون مولعة الشعلة بتاعة البوتاجاز. وده شكلها. عايزة اقول لكم لونها تحفة وطعمها بجد فظيع. إيه يعني بجد مغذية قوي وطعمها حلو قوي. ده شكلها. طبعا الفريك مستوي كويس جدا.
ده شكله من قريب. طعم الجزر مع الصلصة مع مرقة الخضار كلهم بجد تحفة مع بعض. في ناس بتحب انها ما تخليش الفريك على النار الصلصة يستوي غير 3/4 تسوية بس، وبعد كده بيحطوه في صينية وبيدخلوه الفرن يكمل تسوية. انا حبيت اعمل الخطوات كلها في الحلة عشان يبقى مرة واحدة وما تاخدش وقت، وفي نفس الوقت هي اخدت بس نص ساعة وطعمها بجد جميل جدا. دلوقتي بقى تعالوا نغرفها واوريكم شكلها في الطبق.